السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في فيديو جديد وتنسيقات المحجبات وغير المحجبات. إلا كنتوا أول مرة كتابعوا القناة وكيعجبكم محتوى الموضة فما عليكم إلا أنكم تنضموا بالاشتراك وتضغطوا على زر الإعجاب بالفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم. موضة خريف هاد السنة للمحجبات وغير المحجبات، تنسيقات أنيقة وراقية تركية وعالمية وكذلك عربية كيف كتشوفوا معايا. الجميع أزياء وملابس المحجبات وغير المحجبات، أنسومبلات وكذلك معاطف شتوية وخريفية راقية جدا. وبالنسبة للجديد للحقائب وكذلك الأحذية كيف كتشوفوا معايا دائما الجديد والحصري بحال هاد الأنسومبل اللي كتشوفوا. يعني هنايا دارت فيها لا سانتور اللي كتجي فيه بحال سلسلة. وبالنسبة هنايا لهاد الشكل ديال التنسيقات اليومية راقية جدا دائما وحصرية على القناة. كتشوفوا معايا البنات بحال الشوميز هذه اللي ضافت ليها هاد لا سانتور مع هاد النوعيه ديال الحقائب اليد اللي انيقه وكذلك عصريه ودارجه هاد السنه هذه على الموضه. بحال التريكو هنا اللي كتشوفوا معايا حتى الكتاف كيجي بحال هكذا فيها التقيبات. وبالنسبه للوريدات اللي كيجيو مزينينو، هنا اختارت انها نضيف ليه هاد الشوميز اللي كتجي من التحت منبته بالحقيق من جهه الكول. وكذلك هنايا ميلونج ما بين البيج وما بين يعني البيج درجات وما بين المارون. كذلك هاد الحقيبة ديال اللي جات أنيقة. هنا بالنسبة لهاد التنسيقة فيها هاد شوميز بالأبيض مع هاد التنورة اللي كتجي فيها الطيات، واختارت حقيبة اليد بالأحمر. هنايا هادو تنسيقات للعمل جديدة وعصرية. شوميز بالأحمر اللي ضافت ليه هنايا هاد المونطو اللي كيجي بحال هكا بالكوير، خلاتو محلول. هنايا كتشوفوا معايا الكوير ميلونج ما بين الكرونة وما بين الأحمر. وكذلك هاد الكارديكان اللي كيجي بحال هكذا فيه البيج والأسود مع هاد النوعية ديال هاد التنورة هادي. فساتين شتوية أولا خريفية سخونة كيجيو فيها تجويبات من الوسط، وكتجي فيها الكارويات بهاد الشكل هذا. كتجي أنيقة جدا. اختارت مع هاد النوعية ديال الأحذية. كذلك هذا فستان شتوي اللي بالكول. أنا اخترت معاه الكارديكان اللي كيجي بالرمادي مع هاد لا سانتور هادي. وبالنسبة لهاد المونطو أولا ترانش كوت كما كتشوفوا كيجي راقي بالكري. أنا اخترت التنسيقة كامل كري. وهذا فستان اللي دارج على الموضة هاد الثانية، هو آخر ما كاين في الفساتين. كيجي بحال هكذا بهاد الحزام هذا، وكيجيو الكميم ديالو شوية واسعين وبالصوف. وهاد الشكل ديال يعني هنايا كيجي فستان مع هاد الجيلي اللي كيجي فوق منه، يعني تيتكون من قطعتين. كذلك هذا اونسومبل كما كتشوفوا كيجي بالابيض هنايا منبت. أنا اخترت تنسيقة كاملة في الأبيض، حقيبة اليد وكذلك الأحذية. هاد الجيلي هذا اللي كتشوفوا معايا كيجي مونطو بحال هكا حتى للكتاف، كيجي بحال الجيلي. أنا اختارت أنها ندير مع هاد لا سانتور هادي. وبالنسبة للبونطالون اخترته في الكوير ومع هاد الحقيبة اليد اللي جات مميزة أو صغيرة في الإيد. وهاد النوعية كذلك ديال هاد المونطو اللي كيجي بحال هكا بالفرو. كتشوفوا معايا أنه كيجي لا سانتور ديالو بالكوير مع هاد النوعية ديال البونطالون بالكوير هنا الأسود. وكذلك اختارت هاد الأبيض، فكيجيو راقيين جدًا وكيجيو مميزين، حتى أنهم كيبينوا التنسيقة كتجي عصرية وكتجي أنيقة جدًا كما كتشوفوا. البنات إلا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش أنكم ديروا لايك الفيديو، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم. وبالنسبة اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناة. كتشوفوا معايا هاد السويت اللي كيجي بحال هكا بالقُب. هنايا اخترت معاه البونطالون في البيج، واخترت معاه هاد الشكل ديال الحذاء الشتوي اللي كيجي حتى حتى الركبة. كذلك الترانش كوت كما كتشوفوا معايا اللي ولاو دارجين على الموضة هاد السنة هادي، ملبس كما كتشوفوا فيه داخلين فيه جوج الألوان. فشفناهم بزاف ديال الموديلات من هاد الترانش كوت، يعني موديلات أنيقة وكذلك مميزة في التصميم ديالها. وهاد يعني انسومبل اللي مصمم بهذا الشكل. هنايا كتشوفوا معايا انا الفيست مع هاد الشميز اللي كيجي فيها الكول بحال هكا طويل. هنايا جات مع هاد التنوره هادي 3 بياس. كذلك التريكو اللي كيجي مع هاد التنوره. كتشوفوا معايا ان التوب ديالو يعني تيكون شتوي. وهاد المونطو هذا مع هاد الانسومبل اللي دخلت معاه شوميز بالنسبه للمحجبه. كذلك هاد النوعيه ديال مونطو يعني اللي كيجي بحال هكذا بحال الكارديكان، كيجي أنيق جدًا واللبسة ديالته كتجي خفيفة، وكذلك كيتكون من هاد الجويبات ومن هاد الشال اللي كيجي معاه بحال هاد الشكل.
كتشوفوا معايا أنه كيجي طويل وحتى يعني مناسب للمحجبة وغير المحجبة، فتقدروا تلبسوه معاه بزاف ديال التنسيقات، وكذلك تيجي مستور وأنيق. وهاد الفستان هذا اللي كتشوفوه معايا كيجي الكول ديالو بهاد الشكل، كيجي مزيان بهاد الأزرار، وكيجي بحال هكدا يعني ربطات هاد الحزام بالبابيون بهاد الشكل هذا. هنا دخلت الزيتي مع القريف لفة الحجاب، وهنايا الباج دخلت مع هاد نوعية الحقائب باليد مع هاد الشكل ديال الحذاء اللي جا مميز بالدوغي. كذلك هذا الترانش كوت كما كتشوفوه كيجي بحال هكدا، الألوان اللي داخلين فيه الفيغ، الغوز كما كتشوفوا، الأسود، يعني اللوينات اللي داجين على الموضة هاد السنة. وهادي يعني أونصومبل للغير المحجبة اللي كيجي بحال هكدا، هاد الفيست ديالو كتجي شوية قصيرة، وكيجي البونطالون ديالو شوية لارج، يعني مناسب حتى للغير المحجبة. ولكن كما كتعرفوا أن البنات كيبغيو شي حاجة طويلة، الحجاب كذلك. هاد النوعية ديال هاد الأونصومبل اللي كيبانوا بحال توني دو سبور كما كتشوفوا، كيجيو مريحين في البيزة ديالتهم مع الحذاء، الحذاء الرياضي. وهذا أونصومبل اللي كيتكون هنا من فيست قصيرة مع هاد التنورة. هنايا اختارت مع هاد النوعية ديال الحذاء اللي كيجي فيه بحال ما كاتسيور، كيجي بالكعب العالي، كما تقدروا تلبسوه مع الحذاء الرياضي. كذلك هاد الأونصومبل هذا كيف ما كتشوفوا معايا نوعات في اللبسة ديالته، وحتى أنكم تقدروا تلبسوه مع بزاف القطع الملابس اللي كتبدل الأونصومبل وكتجي أنيق. موديلات ديال الفساتين الشتوية اللي جديدة وكيجي بحال ما هكا فساتين قصيرة. البنات إن شاء الله تكونوا كملتوا معايا الفيديو حتى الأخير ويكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. ما تنساوش أنكم ديروا لايك الفيديو، ونتلاقى معكم في فيديو قادم إن شاء الله. بسلام عليكم.